فكيف كتعلم من الصباح هنا ما تقدموا لعند السيد الوكيل العام حتى ديك الوقيته ديال 3 ولا يعني حتى بعد الصلاه بكثر. السيد الوكيل العام مشكورا عطى الملف في الوقت ديالو، قدرنا الواقعه بشعه، قدرنا جريمه خطيره، عطى الوقت ديالها وعطى لهذوك الناس جميع الضمانات اللي هما متهمين، جميع الضمانات، وتصنت حتى الاهل ديال السيده وطمأنهم. يعني كان رائع صراحه تقال. نقطه ثانيه هو انه تحالوا على التحقيق في شان هذه التهم باجمالها: القتل العمد، السرقه، القتل العمد، التمثيل بجثه، اخفاء معالم الجريمه، المشاركه في السرقه، المشاركه في القتل، الاختطاف، وعدم مساعده، عدم تقديم مساعده لشخص في خطر. كل واحد على حسب الدور ديالو. للاسف ان هاد الناس راه ماشي دراري صغار، تبارك الله بالغين، وكاين يعني للاسف تنتميو لبعض الاسلاك اللي ما نقدروش نقولوا، بحال مثلا البلير او الجيش، الناس كيكونوا منضبطين وانضباطيين، ولكن بدينا كنشوفوا شي حوايج ماشي هذيك. هاد الناس هادو ملي واجههم السيد ممثل الحق العام بالتهم، هو تثبت انه ما كانش عاقل، كان تحت تاثير المخدرات وما عرفتش اش دار. الخليله ديالو كان ملي يقجو، انا اللي حيدت له الخيط ودخلت وقلت لي حطني، وصلها جابها من نواحي ديال اش داك لابلاج لا ماشي الاسلام، الهجي، فحطها وجا في حالته لكازا، بقى كيدور في كازا معاه السيد اللور، ومعاه السيد كان باقي بالروح. ياسين كيدير ان درايف، كيخدم بسياره كريو، فجاه اتصال هاتفي من واحد السيده اللي هي شي حاجه، مشى للطلب، مشى ركبوا مع بنت اول اللي هو المتهم الرئيسي، وهذيك السيده ملي غادي في الطريق كيخنقوا هذاك السيد بواحد الحبل، وملي خنقوا وقفت السياره، والسيده بدات تقوليش هادشي، وهذا بدا شويه دار الارتباك بيناتهم، لاحوا في الطوموبيله النور وساق الطوموبيله، حط السيده في السلاف، جا لكازا كيقلب، جا عند خالو اللي هو داك البلير، وطرق واحد صاحبه، واحد مول سونتر لافاج ولا شي حاجه بحال هكذا. المهم بقى ضيع، والسيد موراه كان كيحتضر، يعني كان كيحتضر، وكان الامور ما واضحاش، بحيث ركبنا واحد السيد في الطريق، وهذا السيد مداوي السوابق، اللي تبين في الاخر انه تابع حتى هو بالمشاركه في القتل العمد، وركب خالو، ركب صاحبه اللي قال طلع شاف داكشي، وقال لي راه واحد السيد داير اوفر دوز، واللي كلهم شهدوا بانه حتى هو كان تحت تاثير المخدرات، ولكن تاثير المخدرات يدخل في حياه المتهم الرئيسي، بان لهم قال لك حكا في تحت تاثير المخدرات انه مفوت. هذا ديال السرقه، راه هذاك شي حاجه، المتهم الرئيسي هو اللي كان الهدف ديالو السرقه. هادو جاو غير في الطريق، دابا ملي شافوا الجريمه ولا طالعوا على شي حوايج مشبوهه، ما قاموش سميتو بالمسائل اللي خصهم يقوموا بها، ما بلغوا ما والو، شي سكت، شي مشى بحالاتو، بحال واحد دازو عنده هو الاول، مشى لعند بقى مقصر حتى الصباح. السيده اللي جا عندها المتهم الرئيسي، جابت عندها حوايجو فيهم الدم، صاحبهم اللي جا لقاها لابسه حوايجو ما عجبوش الحال، خرج من تما ثاني، عاود مشى بالسياره، لقات له شي حاجه في الطريق، تفرقع له بنو. هذه العمليه ديال الحرق كلشي كيتبرى منها، والمتهم الرئيسي كيقول لك انا درت كلشي بوحدي، والحال انه ما كانش، اللي تبين من خلال التناقضات اللي كانت بيناتهم، يا اما خالو ساعدو، يا اما داك السيد اللي ركب معاه ساعدو، ما يمكنش شي واحد اللي ساعدو في الحرق باش يخفي معالم الجريمه، باش يتنصل. ملي بدا او الجريمه بدات بسرقه وكبرت، هذا اللي وقع. الناس الاخرين الاغلبيه عندهم عدم تبليغ او لا عدم تقديم مساعده. المتهم الرئيسي لانه السيد اللي كان راكب معاه ضربه يشرب من شي قرعه ديال هذا، وكيقول لك هذه كان فيها غير المازوت. السيد الاخر قال راه كان فيها اسانس. هذه المره تكون تصريح ما تيشبهش الاخر، وجاب الخامس اليوم عند السيد قاضي التحقيق. اللي ضرني انا في خاطري وانه امام السيد قاضي التحقيق، ولا حتى امام السيد وكيل الملك، الوكيل العام الملك، تيتبنى واحد الصوره ديال شي واحد بسيكوبات مريض وما قادرش يهضر، وهو دا وتيطلب السماحه من العائله، ولكن في انتظار تقديمه امام السيد قاضي التحقيق كان كيضحك هو والخليله ديالو هاضرين عاديين، واقف عادي. هو اللي دار، ما كاينش واحد اخر اللي دار. وجاب الطوموبيله داز المحبه ديالو حطها، حتى فايت مدوز بعد واحد 3 شهور تنظن ديال السجن في الميليتار، شي مخالفه ديال الضوابط العسكريه. والاخر اللي تسهل له في هذا واللي شرا ما عنده التليفون، حتى هو عسكري سهل له الكريدي، حتى هو فايت مدوز شي 7 شهور. هذاك موقف من الميليتار مره. كاين هو وكاين هذاك خالو في البلير، خالو تا مشى معاه بالمشاركه، دخلوا لابليكاسيون خداو سميتو، اختاروا هو القدر ديالو، هذا اختاروه وعيطوا له، هو جاي مسكين على هدى من الله. هذاك دعا بانه ما يمكنليش يجلس قدام لان تضرر رجله مهرس منها،
وجلست هي حداه التليفون، خداو شي سلسله ذهبيه ديال ياسين الله يرحمه.